الأيام دي صعبة قوي، وأغلبنا مخنوق أو مضغوط بأي شكل ما. كل واحد تايه في وادي والدنيا واخداه. التفكير مسيطر علينا بشكل صعب، بنحاول نتخطى أي صعوبات. فينا اللي راضي وفينا اللي بيمثل إنه عايش. وعشان نخرج من الحالة اللي احنا فيها دي، أول حاجة بلاش عزلة. خلينا نتواصل مع بعض ونتكلم، نضحك على الوجع ونهرب من الزعل. بلاش اكتئاب وحبسة. ننزل نتمشى شوية، نشم هوا ربنا، نجيب لنفسنا ورد، ننظف اوضنا ونفتح للنور شبابيكنا من اول وجديد. تاني حاجة، اللي احنا فيه دلوقتي دي مش مشكلة واحدة، هو الموضوع تراكمي. بس اللي عاوزك تفكر فيه هي ان المشاكل اللي فاتت وعدت عليك مش خلاص عدت وخلصت، وربنا سترها معانا وعايشين بصحتنا الحمد لله. ليه بقى الزعل وحرقة الدم؟ تالت حاجة، ركزوا كده في الآية اللي هي في سورة البقرة اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني اللي انت فيه ده من خوف وحزن من وسوسة الشيطان، انت محتاج تقوي علاقتك بربنا وتكون متأكد وعلى يقين انه هيفرجها عليك، لان اصلا بكرة مش بتاعك ورزقك مكتوب. انت عايش حياة مكتوبة ومطلوب منك فيها بس انك تعبد ربنا بشكل صح وتسلم امرك ليه وتسعى للخير. رابع حاجة، احنا بقينا نفوت لبعض اخطاء شديدة تحت بند بلاش ازعله، وده حقيقي دمر علاقات كتير. ما تخليش اللي معاك يعمل حاجة تغضب ربنا وتفوتها ابدا، ولو حتى مرة واحدة، لان الموضوع كله في التهاون مرة وبعدها هيتحول الموضوع لحق مكتسب ورفضك هيتفهم انتقاده بس. خامس حاجة، اضحك، عاند الدنيا بضحكتك وعاند الضعف بقربك من ربنا وتسليم امرك ليه. كلم صحابك وقرايبك وشغل تليفونك من تاني اللي انت كنت قافله عشان محدش يكلمك ولا يتصل بيك ولا حتى يطمن عليك. قربوا من بعض، اهدموا اسوار البعد والعزلة اللي حقيقي بوظت حياتنا. افتحوا قلوبكم وتصالحوا. الكلمة الطيبة صدقة وجبر الخواطر عظيم. اعمل وقدم اللي انت نفسك تلاقيه، وربنا ان شاء الله هيطلعنا منها على خير. دمتم بخير. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولاه هل يقنط من كرم الله. لا
تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا، قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطك ما ترجو، لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله، أو كنت كسيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ هل من ذنب لك تخشاه؟ هل فرطت بجنب الله؟ هيا استغفره وسل عفوا، من يغفره إلا الله. ما خاب وعزته عبد قال بصدق يا الله. مولانا ارحمنا واجبرنا، يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا